لو سمعت كلامنا في الفيديو اللي فات عن الاستعداد للجمعة البيضاء أو البلاك فرايداي وقررت إنك أنت فعلا تستعد من بدري، سؤال مهم جدا قد يخطر على بالك هو أنا أعمل ديسكاونت أو أوفر أو خصم على المنتج بتاعي بمناسبة البلاك فرايداي، هل أعمل ولا ما أعملش؟ ولو عملت ديسكاونت أعمل ديسكاونت قد إيه؟ عشان نجاوب على النقطة دي في حاجة مهمة لازم تاخد بالك منها. اول حاجه تكون عارف انت المنتج بتاعك الطلب عليه مرن ولا غير مرن. يعني ايه الطلب مرن وطلب غير مرن؟ ده مصطلح احنا بنستخدمه في التسويق، جايبينه من علم الاقتصاد اصلا. معناه ان المنتجات اللي الطلب عليها مرن يعني المنتجات دي لو سعرها زاد الناس تبطل تشتريها، مش مهم. لو سعرها قل قوي ممكن ناس تحب تجيبها. حاجات بتعتبر مش اساسيه يعني رفاهيات، نقدر نقول زي الحلويات المكسرات، سعرها زاد قوي عادي مش هنموت من غيرها، هنبطل نشتريها. منتجات اللي الطلب عليها غير مرن زي الميه، دي هنشتريها على طول، سعرها زاد سعرها قل مش هتفرق. البنزين هنشتريه على طول، يعني هنمشي العربيه بايه؟ سعره زاد سعره قل مش هتفرق، هنشتريه وبنفس المعدل، حتى المعدل مش هيتغير. في طبعا حاجات بيكون فيها مرونه جزئيه، يعني بعض الادويه مثلا يقول لك ايه، انت لازم تشتري الدواء، لازم تشتري الدواء، بس لو سعره زاد قوي ممكن تشوف دواء بديل. انت لازم تكون عارف المنتج بتاعك يندرج تحت انهي واحد من دول عشان تعرف هيكون في فايده للخصم ولا لا.